طيب حد خد باله من حاجة احنا عملناها اصلا في اول حلقة او تاني حلقة، وهي ان احنا اوريدي حاطين بيرول اصلا؟ حد خد باله؟ حطوك بمكان دي بيرول اللي انتوا شايفينها دي كده، بيرول. لان الراجل بيقول في اول فيديو إذا حطوك بمكان غلط اذا حطوك بمكان غلط، فهو الشخص الوحيد اللي واقف والناس كلها بتمشي. إذا حطوك بمكان غلط ده اللي نقل المشهد من مجرد صورة او فيديو لمجرد احساس ان انت في مكان غلط والناس كلها بتتحرك وانت الوحيد اللي ثابت مكانك كده. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية رح تصير نسخة منه غصب عنك. في ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكثر انضباط زي ما انت شايف كده. خلينا نمسح البيرول اللي موجود ونعمل بيرول من اول وجديد، وخلينا نشيل دي النهاردة عشان الشرح يبقى واضح من ناحية البيرول. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية رح تصير نسخة منه غصب عنك. ممكن نعمل من هنا كده زي ترانزيشن، ونخلي البيرول اللي بتاعنا خلفية ونحط افكار جوه الخلفية دي. بس خليني اخلي الشخص يتكلم في الاول كويس، يعني خليني ارسم لكم الرسمة اللي هنعملها. هنسيبه يتكلم في الاول كويس. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية رح تصير نسخة منه غصب عنك. حلو. بعد غصب عنك ديت ممكن انهم عاملين ترانزيشن بقى. طيب خلينا نخش على بنترست. قبل ما نخش على بنترست خلينا الاول نجيب الترانزيشن. الحاجات ديت هتلاقوها برضو في الملف بتاع المونتاج. اهو جبنا الترانزيشن، وبعدين هنسمع بس الكلام اللي هو بيقوله غصب عنك. في ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة. حلو. نجيب، هتيجي معايا كده على بنترست ثانية ما اعمل لكم شركة البنترست، ونكتب مثلا thinking مثلا، هيجيب لك ناس بتفكر. طيب احنا ممكن نكون عايزينها اكثر حزنا، يعني نخليها حزين على الاخر. يعني تبدأ يا باشا تدور على حاجة تكون مناسبة تعرف تستعملها. انا بصراحة بدور على حاجة يكون فيها لون ابيض، لان انا عاوز استعمل خلفية معينة. اه دي كويسة، دي حلوة جدا دي. بعد ما حملتها بتجيبها من الداونلود، تمام. وبعدين خلينا نروح نجيب الخلفية دي برضو هتلاقوها عندكم. انا بفضل الخلفية دي جدا. ماشي. دي بقى اول بيرول اللي هنحطها على الفيديو. بتحطها تحت النص زي ما انت شايف كده، وبتقوم لاففها وبتكبرها يا باشا على حجم الشاشة زي ما انت شفت كده. طيب اكيد لما نيجي نتفرج على الفيديو مش هتبقى هارد كات بالشكل ده، يعني مش هتبقى مرة واحدة ظهر لك الخلفية، في ناس مش حلوة. فبتجيب هنا الترانزيشن دوت اللي انا جبته لك، وهقول لك بقى على الطريقة اللي محدش بيشرحها غير القليل. اول حاجة، ثانية، اول حاجة زي ما انت شايف كده، في هنا نص كده موجود، ده من الفيديو بتاع الترانزيشن. طيب هتشيله ازاي؟ هتلاقي في هنا علامة كروب اهي، شايفينها؟ علامة الكروب ديت هتضغط عليها هيظهر لك زي قايمة كده. طبعا هي مش ظاهرة لكم في الشير سكرين، ظهر زي قايمة كده. بتقوم انت رافع لفوق كده وايه، وقصص الحتة دي، هتلاقيها اتقصت معاك بشكل مباشر زي ما انت شفت. سهلة، كأنك بتقص صورة على الموبايل. بعد كده يا باشا هتجيب ديت كده في نص الشاشة وتكبرها بالشكل ده. حلو. حلو. هتيجي هنا بقى في نقطة دلوقتي البيرول، خلينا كده نتفرج عليه. قصدي الترانزيشن مش البيرول، خلينا نتفرج كده على الترانزيشن. غصب عنك. في ناس مفكرة إنه المشكلة اسود. طيب هنحل ازاي بقى السواد دوت؟ بتعلم على الترانزيشن، بتضغط عليه كده، وبتيجي هنا على كلمة بلند، هتلاقي فتحت لك القايمة اللي انت شايفها دي. فهتقوم جاي على الديفولت تعملها سكرين. تاني تاني، وده بينطبق على اي حاجة لونها اسود. ازاي؟ هقول لك ازاي. بلاش، خلينا دلوقتي نمسح الترانزيشن مثلا، وخلينا نيجي هنا عند الخلفية. الخلفية زي ما انت شايف لونها اسود. لو انت جيت هنا عملت من الديفولت سكرين هتلاقي اللون الابيض هو اللي ظهر لك هنا اهو لوحده. طيب الديفولت لما بتعملها سكرين، السكرين ديت بتشيل اي حاجة لونها اسود. اي حاجة لونها اسود، هي اصلا اداة تعديل الوان، تمام. يعني هي دلوقتي سودة، لو انا دلوقتي عملت مثلا دارك هتسيب الاسود وهتشيل الابيض. عملت العكس بقى بتلاقي بقى بتلعب في الالوان، هارد لايت كلر، هتلاقي بص كل حاجه هتلعب لك في كل حاجه. بس لما بتيجي يبقى معاك حاجه لونها اسود تضغط سكرين. طيب خليني اديك مثال تاني، وليكن مثلا خليني اجيب لك حاجه مثلا
لونها اسود بس فيها حركة، زي مثلا دي، وليكن دي. خلينا نمسح. معاك مثلا تيجي هنا على، هي لونها اسود اهي، تكون دي حاجة اكثر ودي حاجة بتتحرك اصلا يعني. بص انضباط واكثر قوه واكثر تحفيز، بس اهي بتتحرك. فانت هتيجي هنا هتعمل سكرين، فجأة بقت شفافة زي ما انت شايف كده. المشكله بالاراده، انه لازم تكون بص انه المشكله بالاراده إنه بقت شفافة. طب لو عملتها تاني ديفولت اللي هو الوضع الطبيعي بتاعها تبقى بالشكل ده. فاتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الجزئية دي. خلينا نرجع تاني الترانزيشن بقى بكنترول زد. ايوه زي ما انتم شايفين كده. هنيجي هنا نشغل البلند ونعملها سكرين، نقدر ساعتها بقى نستعمل الترانزيشن زي ما احنا عايزين. غصب عنك في ده شكله كويس. بص كده بقى النقلة اختلفت كده، انت بقيت تعرف تنقل ما بين الفيديو والبيرول. نسخه منه غصب عنك. في ناس كده بقت احسن بكتير يعني. طيب النص احنا عايزين نرفعه هنا، فطبعا مش هنعرف نرفعه هنا عشان خاطر القديم دوت. فاحنا هنقفل القائمة بتاعة ابلاي تو اول زي ما شرحت، وهتيجي اذا هنا حطوك بمكان هتلاقيهم تحت زي ما هم. حلو، خلينا نكمل. غلط لفتره كافيه رح تصير نسخه منه غصب عنك. في ناس حلو، هنا بقى نقدر نرفعهم فوق هنا كده. طيب طبعا عشان تطبق دوت على بقية على بقية النصوص، فهتحدد على ديت كده. حلو، هتشوف انت رفعت اول واحدة، طبعا هتلاقي الباقي تحت. فانت ما دام رفعت اول واحدة هتحدد على اول واحدة فوق، هتاخد المقاسات ديت اللي هي 1218 وليكن، وتقوم يا باشا حاططها هنا كده. هتلاقي الفيديو كله بقى فوق، النص كله بقى فوق، وده اللي انا كنت عايزه. حلو، خلينا نكمل. منه غصب عنك. في ناس حلو، الناس ديت مفكر اول ما يقول مفكرة نقوم حاطين الشكل ده. هنيجي برضو هنعملها سكرين، خلينا نكبرها سيكا عشان تبقى حلوة، ونعمل لها انيميشن مثلا وليكن صعود. ده كويس، ده كويس. خلينا برضو نجيب الحاجات اللي احنا جبناها امبارح بتاعت الاصوات، لان دي هتفرق جامد جدا. المره دي بقى يا جماعه احنا هنعمل زي ميكس كده، ساوند افكت مع بي رولز، يعني هتتعلم الساوند افكت مع البي رولز. خلينا نجيبها من اول الترانزيشن هنا كده. تصير نسخه منه غصب عنك. في ناس مفكره اكثر انضباط واكثر قوه واكثر تحفيز. طيب احنا هناخد الساوند دوت، هنرفع صوته شويه، هيبقى معانا بالشكل دوت. مفكره حلو جدا، حلو جدا. مفكره انه المشكله بالاراده. المشكله في الاراده. طيب انا شايف نعمل حركه جامده جدا. تمام، ودي حركه اول مره بصراحه اشرحها بالطريقه اللي انا هشرحها دلوقتي ديت. بس خليه الاول اتاكد انها تظبط. ثانيه واحده، وليكن هي ديت. ايوه هي دي. بس تمام كده احنا ظبطناها. يا لما بتبقى انت عايز تعمل فيديو ويطلع معاك الفيديو ده نضيف، لازم انا هتتعب فيه شويه. وعادي جدا، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انك ممكن تقعد ساعه ساعتين عادي جدا في فيديو عادي. فخليني اشير لك صفحه كده هفتحها دلوقتي، وهي على كانفا معاكم بالواجهه دي. طيب ايه هو كانفا؟ كانفا ده تطبيق تصاميم مثلا. تمام، انا دلوقتي في كلمه جت على بالي هنا وهو بيتكلم، لو خدتوا بالكم هو بيتكلم هنا بيقول ايه؟ غصب عنك. في ناس مفكره انه المشكله بالاراده. حلو، هو بيقول ان المشكله في الاراده. فاحنا ممكن نكتب هنا كده الاراده. حلو، وبعد ما نكتب الاراده ديت نعمل هنا مشاركه، ونحدد الصفحه اللي هي الحاليه اللي هي ديت، نعمل تم ونحملها بخلفيه شفافه، ونعمل تنزيل. طيب اللي عايز البرنامج دوت يا جدعان، هو كده كده بيتباع منه نسخ برو، فلو انتوا عاوزين البرنامج دوت بشكل مجاني انا هعرف انا اوفره لكم بشكل مجاني. بعد كده بنيجي هنا على كاب كات ونجيب الكلمه بتاعه الاراده اللي هي دي. بعد ما نجيب الكلمه بتاعه الاراده نحطها في الحته اللي كان بيقول فيها على الاراده. تمام، بقت اهيت جزئيه الاراده. طيب انا شايف ان وجود النص حاليا مش مهم، لان احنا عموما هنخلي الكلام فعل. هنيجي هنا على الانيميشن
بعد كده على المفضلة ونستعمل اراده انه لازم هنيجي كده فكره انه المشكله من اول هنا كده. تمام. غصب عنك. في ناس مفكره انه المشكله مفكره انه المشكله بالاراده. حلو جدا. اظن ان كده يعني اختلفت كتير، خلينا نشوفها. انه غصب عنك. في ناس مفكره انه المشكله بالاراده. اختلفت كتير جدا طبعا على الاول. غصب عنك. في ناس مفكره انه المشكله بالاراده، انه لازم تكون اكثر انضباط. بتيجي هنا بعد ما تحذف، احنا قلنا بتحذف من اليمين بالدبليو برضو من فوق هنا. يعني انت حذفت ديت خلاص من اليمين، بتعمل لها بقى زي انيميشن كده، في حاجه اسمها ان واوت وكومبو. الاوت ديت يعني القفله بتاعت الصوره، ممكن تعملها فيد اوت. انضباط. وديت اللي انا دايما بحب اعملها، تعمل فيد اوت عشان تختفي بشكل تدريجي. مفكره انه المشكله بالاراده، انه لازم تكون اكثر انضباط واكثر قوه واكثر انه المشكله فكره انه المشكله طلع النص فوق. فكره انه المشكله بالاراده، انه لازم تكون اكثر انضباط واكثر قوه. المفروض نقفلها من هنا كده، نعمل لها انيميشن انضباط بس عشان خاطر تظبط مع النص. انضباط واكثر قوه واكثر تحفيز. حلو. من عند اكثر تحفيز هو نهى الجمله، فنقفل البيرول زي ما انتم شايفين كده، ونعمل كمان ترانزيشن، بس نخلي الترانزيشن بشكل مختلف. عندنا بقى كذا واحد ابسط واخطر من هيك، يعني اخطر واخطر حلو، ده ممكن نستعمل ده. واخطر قوه واكثر تحفيز، بس الحقيقه ابسط واخطر من هيك، يعني بس الحقيقه واكثر تحفيز. تمام. عاوزين بقى نرجع دول تحت. هنشوف هنا المقاس بتاع التكست دوت. لا ده كان فوق، اللي تحت ايوه هو دوت. وناخده كوبي، كنترول سي، ونعلم على التلاتة دولت، ونيجي هنا هنعملهم لتحت كده، بقوا تحت. بس الحقيقة أبسط وأخطر من هيك، يعني البيئة اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. حلو جدا. دي ابسط طريقة للبيرول. يعني خلينا نبص تاني. إنه غصب عنك. في ناس مفكرة إنه المشكلة. طيب في طبعا هنا الستارة بتتفتح، لازم برضو نشوف لها زي ساوند افكت كده يليق عليها، لان احنا قلنا هناخد برضو الساوند افكت وتفهم طريقة استعماله. ماشي. ممكن ناخد الطويل دوت، نمسح دولت مع الحركة بتاعته من اول هنا كده، من اول هنا مع فتحة الستارة. في ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكثر انضباط. لازم انت تعرف تستعمل الساوندات، تحاول تدور على حاجة تليق على الحركة اللي شغالة. في ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكثر. ممكن نزود السبيد سنة صغيرة، السرعة يعني بتاعت الساوند. فكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكثر انضباط وأكثر قوة وأكثر تحفيز، بس ممتاز. الحقيقة أبسط وأخطر من هيك، يعني البيئة اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. حلو. ده كده شكل البيرول والطريقة اللي تستخدمها بيه. طبعا انت مش شرط تحط خلفية، خليني اقول لك الطريقة التانية اللي ممكن تستعملها. انت ممكن تيجي هنا كده، تجيب الفيديو دوت، الفيديو بتاع الشخص او الكليب دوت او الجزء دوت، وتعمله كنترول سي كنترول في، وتكتم الصوت بتاعه كده. بعد ما تكتم الصوت بتاعه بتيجي هنا على ريموف باك جراوند اهيت، وديت بقى اللي بيكون فيها الريموف التلقائي. بتضغط اوتو ريموف، بتستنى اما يعمل الريموف بتاعه. هقول لك الحركه اللي تقدر تعملها بيها. حلو جدا. هو دلوقتي عمل ريموف، يعني هتلاقي الشخص اتقسم حتتين زي ما انت شايف. المهم هتعمل ايه؟ هتجيب يا باشا ديت كده تحطها تحت السايب، فهتلاقي الشكل بقى بالشكل اللي انت شايفه. في ناس مفكرة. حلو جدا. طبعا هي مش هتنفع بالستايل اللي احنا كنا عاملينه، فاحنا هنغير الستايل. خلينا بتيجي كده، عاوز تعكس تخليها بص على الناحية التانية، في هنا علامة اهيت اسمها ميرور، تعكس كده تقوم بص على الناحية التانية، بقت بالشكل ده. فلما تيجي تطلعها في
طبعا هنطلعها بقى من اليمين، يعني مش هتطلع من الشمال بقى، ولا تيجي هنا على الترندنج في ناس اهي طالعه طالعه يمين، يعني طالعه اتجاه اليمين، وتحط لها يا باشا الايه الساوند بتاعها، في ناس تبقى بالشكل ده. طبعا الساوند عاوزين نظبطه اكتر كده، خلينا نمسح دوت ملوش لازمه، في ناس ومش لازما بقى ترانزيشن. في ناس دي كده بقت بيرول، بص دي بقت بيرول، وبقت شكلها، وعلى فكره شكلها جامد جدا يعني، طالعه في الفيديو حلو. غصب عنك. في ناس مفكرة انه انت ممكن بقى تعمل حركه جامده بقى، الناس مفكرة انه المشكلة بالإرادة، انه لا شفت انت ديت النص عمال يتحرك جنبه، يعني قصدي البيرول عمال يتحرك جنبه، بص. في ناس مفكرة انه المشكلة بالإرادة، انه لازم تكون اكثر انضباط واكثر قوة. طبعا هتلاقي مرة ممكن يواجهك ان هو بيخرج عن الجسم بتاع الراجل، طبعا عشان احنا مش عاملين ريموف باك جراوند للجزئية ديت، فممكن تطلعها عادي جدا، تكتم صوتها، تعمل لها اوتو ريموف، هتلاقيه اتعمل في ثانية. انضباط واكثر قوة بس ديت جزئية البي رول، انت ممكن تعمله في ظهر في الخلفية عن طريق الريموف باك جراوند ديت، وممكن تعمله على خلفية احنا جايبينها من بره. خلينا نرجع الخلفية اللي احنا كنا جايبينها، لانها بصراحة عجبتني، حسيت انها كانت مناسبة اكتر بصراحة. انه المشكلة بالإرادة، انه لازم تكون اكثر انضباط واكثر قوة واكثر تحفيز. بس الحقيقة بس دي كده كانت جزئية الايه البي رول.